بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله سبحانه وتعالى نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى أخوات ومتابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا، بحبكم جدا في الله. فيديو جديد ورياكت جديد وحكاية جديدة من حكايات اليوتيوب. يلا بينا على حكاية جديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويدعمني، وكمان يفعل الجرس ولايك للفيديو بإذن الله. لو عجبك يا رب يعجبك، وابقى ضيفة خفيفة على كل مشترك جديد عندي يا رب العالمين. أهلا وسهلا. بس نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وندعو لكل المستضعفين في الأرض، وربنا يحفظ مصر يا رب العالمين. النهارده هناخد ام جوجو او ام جنى. طلت علينا بالطلة البهية، كبيرة اليوتيوب، فراشة اليوتيوب، غزالة اليوتيوب. وطلت علينا بإيه يا ولاد؟ بمشتريات العيد. شفتوا يا ولاد مشتريات العيد؟ ما شفتوش؟ يلا بينا. يلا بينا. بدأ الفيديو معانا أم جوجو وهي قاعدة تفترش الأرض، هي ومزونة وكمان جنى، وبتورينا قد ايه هي ست حلوة ومعها فلوس وجايبة الافات بالالافات بالالافات المشتريات. يلا بينا لم علينا عبيدك يا رب. يلا نشوف المشتريات، يلا بينا. فيديو مشتريات العيد. بعد السلام عليكم، بعد الصلاة على النبي يا ولاد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ شوية براءة، شوية كيوت. قال يعني الست طيوبة وحلوة وأمورة. وازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ماشي. بعد وش الطيبة والكيوت، وانا جاية يا حبايبي اوريكم هدوم العيد وطبعا مش هوريكم كل حاجة. هو انا هصور هدوم العيد ومشتريات العيد مرة واحدة؟ هو الفيديو ده فيديو مشتريات للعيد، وحبة حبة عشان تزيد المحبة، كل مرة حاجة بفيديو جديد. طيب، وبعد وش الطيبة والكيوت هنبدأ نشوف هدوم العيد وحاجة العيد، لكن هتنقطنا بيها كل يوم تعمل لنا فيديو جديد بمشتريات العيد، وكأنها اشترت السوق كله والمحلات كلها معاها. فهنصور فيديو عشان ما نحرقش كل حاجة أو ما نحرقش كل المفاجآت كلها مع بعضها. طيب، جبت ايه يا ام جنى للعيد يا ترى؟ بصوا يا ولاد، وإذا فجأة وفي نص الفيديو طلع مازن علينا يقول لها غطي شعرك يا ام جنى، ايه اللي انت عاملاه ده؟ قلت له شعري؟ منو شعري؟ هو انت محدش قالك ان انا مأملة؟ والله والله كده زي ما بقول لكم، في امل في شعري وفيا كل العبر يا مازن يا مازن. والله يا ولاد انا مأملة. وطلعت علينا ام جنى ايوه انا مأملة وفي شعري قمل. وانا الواحد صراحة مستحي يقول، بس هي ما بتستحيش. ليه بقى؟ اذا لم تستحي فافعل ما شئت. انا عن نفسي انا واحده في شعري امل. والله انا كأم جنى يعني في كده امل في شعري، فعادي خالص. انا طالعه اقول لكم ان في حاجات في شعري في كل العبر، وعادي. برضو يعني ايه، عايزين نركب الترند. نركبه ازاي يا ولاد؟ نركبه ازاي؟ انا فيا امل في شعري يا مازن. هو انت ما تعرفش يا مازن؟ يلا ديكوا عرفتوا يا ولاد. اكتبوا لي بقى في التعليقات وشوية شتايم حلوة، واطلع اقول حسبي الله ونعم الوكيل، والريتش يعلى، ولم عبيدك يا رب علينا. غطي شعرك يا مازن. حاضر يا مازن، هغطي شعري يا اخويا. يا اخويا يعني هي فضحك في كل اليوتيوب، كل بيتك وولادك واكلك وشربك جت على الحتة دي. يا سيدي عالدين يا ولاد. يلا ما علينا. لكن بما انك مأمنة يا ام جوجو وبتعترفي على الهوا، طب ما تتعالجي يا ام جوجو. بيقولوا الجاز بيضيع الحاجات دي. حطي جاز بس اوعي الكبريت، هيضيع حشرات الشعر على طول. المهم اهم حاجه عند ام جوجو ايه يا ولاد؟ حطوا اللايك يا ولاد. اوعوا يا ولاد تنسوا اللايك. امال ايه؟ تعالوا اما اوريكم بقى طقم جاني. هي جاني جابت هدوم العيد. جنى جابت هدوم العيد. جابت ايه يا ام جنى؟ قولي لنا يا حبيبتي. اصل جنى دي يا ولاد اللي كرهتني في حياتي وكرهتني في البنات. اي والله، وفي خلفة البنات.
مين دي يا ام جوجو؟ ده انتي، ده جنى دي الله يكون في عونها بجد معاكي. جنى دي اللي شايله لك البيت، جنى دي اللي شايله لك النونو الصغير، جنى دي حطي وشيلي وشيل جنى دي ما بتروحش مدارس، جنى دي ما فيش دروس. الله يكون في عونها في تربيتك ليها، يعني لا دروس ولا مذاكرة ولا أي حاجة من دي، وفي الآخر هي عقدتك في خلفة البنات. يا كدابة بطلي كدب يا أم جوجو يا قمر، ده قاعدة تحت رجلك خدمة. ده الفيديوهات كلها روحي يا جنى تعالي يا جنى. ده ضياع تربية ومستقبل، كرهتك في الآخر في البنات، ده انت مضيعة مستقبلها تماما. ما علينا. المهم بقى يا ولاد، بعد ضياع مستقبل البنت اللي كرهتها في البنات، وطبعا ام جنى لازم تكذب شوية كذب، احنا لازم نكذب عشان نلم الايه، الدولارات. ماشي يا ام جوجو؟ المهم ده الطقم يا ولاد. شفتوا البنطلون؟ لا ما شفتوش. تعالوا بقى، البنطلون ب1000 جنيه. طب الجاكيت القمر دوت ب2000 جنيه. طيب شرح مفصل نقطة 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 نقطة، الجاكيت البنطلون ولازم تقول لنا ان الجاكيت ب2000 جنيه والبنطلون ب2000 جنيه بس قبل الخاص. عارفين بعد الخصم بكام؟ ب1500. ايه والله، ما هي الفلوس مع التوس يا ولاد. ما علينا. محتوى هابط تافه، غير اخلاقي، لانك انت طالعه يعني انا بقول لك كده، الفلوس مع التيوس يا حبيبتي. البنطلون ما اعرفش بكام الف، والجاكيت بكام الف. واهم حاجه، اهم حاجه بقى الستر للبنت. ام جنى قلبت شيخه وبتشرح لنا الستر، معنى الستر. ام جنى اللي فاتحه بيتها وولادها واكلها وشربها وحمامها وغسلها واوضه نومها ونومها وسريرها ومستشفيتها ودكتورها وسونارها وبطنها، بتكلمنا على الستر، بتكلمنا ازاي يا حبيبتي؟ اشرحي لي يا ام جوجو الستر يعني ايه. الهدوم اللي هي جايباها بتستر البنت. اهم حاجه الهدوم ايه يا ولاد؟ هدوم ستر، يعني ايه؟ بتغطي البنت من ورا كده لقدام، تسترها، انما فاتحاها في البيت ده عادي. طب اطلبي الستر بجد والله، الستر لبيتك وجوزك وولادك. الستر فعلا نعمة كبيرة، ان هو يستر. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. لكن انك انت جايبه هدوم لبنتك تسترها، يعني وانت اصلا فاتحاها في اليوتيوب كل يوم، بقى هو ازاي يعني؟ كرهتك في خلفة البنات، وانت سيبتيها مدرسة ودروس، وبنت زي القمر ما شاء الله تبارك الله، المفروض تبقى في دروسها ومدرستها وتهتم بدراستها وتروح رياضة وتروح جيم وتتربى كويس. وكل مفهومك عن التربية هي انك انت تجيبي هدوم وتستري البنت، او الهدوم دي تبقى ساترة البنت. لا لا معلش، التربية والتعليم بيفرق، ان الام تكون فاهمة كويس يعني ايه تربية. مش كل تربية البنت مش عبارة عن انك انت تجيبي هدوم وتستر وان انت تشرحي لنا. انت اخر واحدة تتكلمي على الستر، لانك انت فاتحة بيتك وجوزك وولادك لايف، انت والصدفة جاد، انت واكتر من يوتيوبر بتتاجروا بحياتكم الشخصية والمتاجرة بالحياة الشخصية. فما تكلمينيش عن الستر وفضايح اليوتيوب كلها موجودة في قناتك. استري نفسك الاول، استري زوجك الاول اللي انت فاتحه بمازن رايح ومازن جاي وانا مأملة وانا مش مأملة. استري نفسك الاول، ابدأي بنفسك واستري نفسك وبيتك واولادك، وبعدين تعالي كلمينا على ان انت جايبه هدوم لجنى فيها ستر. صح كده ولا انا يا جماعه بتكلم غلط؟ مش اهم حاجه حطوا لايك يا ولاد، صلوا على النبي يا ولاد. ويعني امور هابطه، مستوى هابط جدا 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 من المحتوى. اصل حطوا اللايك وشيلوا اللايك وحطوا اللايك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبعد يا ولاد ما ام جنى شرحت لنا قد ايه نعمة الستر مهمة ووضحت لنا، نبدأ نشوف بقية المشتريات. الشبشب والله لحد الشبشب وريتهن يا ام جوجو، جميل 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 زيك يا ام جوجو. والشبشب والكوتشي، هو الكوتشي ده عادي؟ انتوا فاكرين ان كوتشي ام جنى ده براند؟
ده مش اي حاجة. عارفين الكوتشي بكام؟ ب2000 جنيه، وبعد الخصم 1750 بعد الايه، بعد الخصم. اه ده براند، ده ماركي مازين، مش ده ماركة يا مازين؟ رد عليها يا مزونة. ماركة، كوتشي ماركة يا ولاد. الطقم ب1200 والتاني ب1800 وكوتشي ب1750. ده ماركة يعني. عرفنا يا حبيبتي والنبي، عارفين البراند المهم انت تبقى عارفة. دي اقل حاجه عند موجانا يا جماعه، البراند والماركه. وبتتكلموا ازاي؟ والله العظيم لحد الشرابات وريتها لنا. كمان الشرابات ماركه، كمان الشرابات ب200 و حاجه كده يعني. والبرفانات بقى ومزونه. عارفين البرفان مازن بيعمل في ايه؟ بيشربوا. ولا اشرب يا ولا اشرب شويه، ايه المشكله؟ يعني انت طالعه علينا يا موجانا تقول لنا ان زوجك بيشرب البرفان؟ الله، على ميه ولا على صودا ولا مع الحاجه الساقعه ولا ايه بالظبط؟ مش عارفين. وطبعا احنا اعتدنا في فيديوهات ام جنى على انها بتهزق في جوزها، ده عادي جدا. لان طبعا واضح الصرف باين، او واضح مين راجل البيت وست البيت. ده واضح ست البيت مازن وراجل البيت ام جنى، الصرف باين. ليه؟ عشان البرفانات مازن بيشربها، مش بنحط البرفان، لا بنشرب البرفان. ركزوا معايا. وندخل بقى على ايه؟ ريان وتيشيرت. يعني هو ريان وقع من القعر القفه يا ولاد؟ ما هو طبعا ريان لازم يجي له هدوم العيد، طبعا تيشيرت ريان. بصرف النظر ان انت فضلتي يا قلب امه مشغله قناه على ريان واكل ريان وازاي بتاكلي في ريان ليل ونهار، بتاكلي. طبعا بصرف النظر ان ريان بقى ازاي، يعني ما شاء الله طفل لكن جسم واحد كبير. حرام انتي. الواد ده عايز 30 سنة يعمل رياضة ودايت ورياضة. ندخل بقى على تيشيرت ريان. اهم حاجة ان هو بيلبس لبس رجالي، بس مش مشكلة. التخان يعني. التيشيرت ب900 جنيه، ايه رأيكم في السعر؟ تحفة. طب راعي مشاعر الناس؟ لا، مفيش مراعية لمشاعر حد. والنبي ما جبت لنفسي حاجة، ده انا بضحي عشان ولادي. انتوا عمركم شفتوني جبت لنفسي حاجة؟ انا بجيب بس بيوت، عربيات، شقق، بط وفراخ. لكن ان ولادي اهم حاجة عندي، ولادي. وبتقولوا لي احمد، اشمعنى احمد؟ احمد انا جايبه له برضه براندات يا جماعة. ولازم نفكر ان مش اي ماركة انا بجيبها لاحمد. مش انتوا وسطوني على احمد؟ انا بجيب لاحمد براندات. وادي الكوتشي وادي البنطلون والافات الافات الافات دون يا ست ام جنى، يا ست ام جوجو. في ناس ما بتقدرش تجيب، نحترم مشاعرها. في ناس ما بتقدرش تجيب الا في مستوى معين. يا ريت تراعي مشاعر المتابعين. ندخل بقى على الاطباق. وفجأة كده في وسط الأطباق يا جماعة فوجئنا إن الفيديو ده إعلان لأم شهد اللي عندها براندات طباق. طبعا أم جانا بتجيب براندات هدوم، طبعا لازم تجيب لنا براندات الأطباق. هم يكسروا وهي تجيب براندات. يعني الفيديو ده إعلان يا موجو، إعلان. بس يعني معلش ليا تعليق صغير، بس نشوف الأول الأطباق بعد ما فتحت الكراتين وبدأت تطلع طبق طبق نتفرج عليه. حاجات جميلة، والمج وأحدث الموديلات في الأطباق البورسلين، وأحدث الموديلات في المجات ولا بتقولك على الأطباق طباصي. المطبقيات الصغيرة، الأطباق الصغيرة بتاعت الأكل بتقول عليها طباصي. أول مرة أشوف كلمة طباصي يا موجوجو. يعني إيه طباصي؟ معرفش. اللي هي أطباق الشوربة. طيب أنا ما هو لازم ترجمة، إحنا نحط المعجم ونفسر لغة أم جنى. طبق شوربة واطباق جوج. وخد هات يا مازن، افتح يا مازن، اعمل يا مازن، افتح الكرتونة يلا. يخرب بيت اللغة. لغة تحفة. مازن ما يحسدش الملل لاصحابه، ولادك يطبق يكسروا. ما انا اجيب يا مازن افتح. والله يا عيني صعبان عليا يا مازن. انت بتاخد مرتب على كده ولا بتعمل ايه؟ مش عارفة. يا زين. يعني انا معلش، انتوا شفتوا ام جنى بتاكل غير من الحله؟ حاطه الحله وقاعده. طبق ايه يا مشاهد؟ اللي يعني انت يا زين ما اخترتي كبلوجر تعمل لك اعلان؟
يعني معلش هاتي بلوجر تعمل اعلان، يكون عندها متابعين، ست كويسة هتعملك دعاية كويسة لمجموعة من الأطباق والمطبقيات والأطباق التقديم والحاجات دي. أم جنى بتاكل من الحلة، طبق ايه؟ طبق ايه ده؟ هتاكلنا شوية كده هتطلع تاكل المتابعين من الشاشة. وبعدين كوبايات ايه ومجات ايه واللي على احدث براند هي بتشرب من كوبايات بلاستيك، هي بتسقي مازن من كوبايه بلاستيك. انهي كوبايات وانهي اطباق يا مشاهد؟ اختاري البلوجر اما تيجي تعملي اعلان وهتدفعي الافات بدل ما تدفعيه لست معلش تتميز بعدم التعليم. في الجهل بيفط من محتوى الجهل يعني الجهل طالع علينا من الشاشة. اختاري دي اطباق بلاستيك اخرها. هي نفسها بتطلع علينا في الفيديو حاطه الحله وقاعده بتاكل من الحله وبايدها من غير معالق، وكوبايه بلاسtik جنبها. انت مش تنتقي اللي هيعمل الاعلان. يا زين ما اخترتي يا حبيبتي والله. والله العظيم يا زين حتى المعالق ما بنشوفهاش في فيديوهاتها معلش يعني. وكوبايه بلاستيك، هي كوبايه بلاستيك عرة بتشرب منها. انهي اطباق وانهي كوبايات وانهي يعني معلش واحدة حياتها طالعة علينا على الملأ قدام الناس، منتظرة منها منتظرين منها ايه وطالعة علينا بتقول لنا ازاي يعني هناكل وازاي يعني نعمة الستر. يا ام جنى فاقد الشيء لا يعطيه. لازم انت الاول يكون عندك نسبة من التعليم عشان انت تطلعي تنصحي المتابعين. لازم انا اكون باكل وبشرب كويس وبطريقة كويسة عشان اطلع واعمل دعاية لاطباق وكوبايات ومعالق. انا ما عنديش مانع، بس لازم يكون في محتوى انا بعتمد عليه، محتوى يدخل بيوتنا، مش محتوى هابط غير اخلاقي يتميز بالجهل. لازم محتوى يكون كويس. لازم ست مش بتقعد تاكل بالحله ومن غير وبايدها وليل ونهار والفجر والظهر وبالليل وانا باكل وحاطه ايدي في بق ولادي وباكل وهتيجي تكلمينا عن نعمه الستر يعني، لان فقد الشيء لا يعطيه. كلمينا مثلا، كلمينا على الفضايح اللي انت بتعمليها في قناتك، كلمينا على البط على المحشي انا افهم. كلميني مثلا انت ازاي بتاكلي من الحله، كلميني ازاي اطباق بلاستيك تاكلي فيها. اوكي ماشي، انما هتطلعي وتعملي علينا شيخه وتطلعي علينا بقى كمتعلمه وهتقولي لنا المحتوى اللي انت ده كميه جهل وطفحت علينا. اليوتيوب طافح علينا بالمحتوى السيء اللي الواحد لما بيجي ينتقده بيتعب عشان يشوف فيديو ليكي وينتقد المحتوى اللي انت طالعه تقوله لنا. لو انتوا يا جماعه شايفين في كلامي حاجه غلط قولوا لي في التعليقات، لو انتوا شايفين كلامي مظبوط اعملوا لايك وصلوا على النبي يا ولاد، صلوا على النبي يا مازن. اقفل الكرتونه سبتها مفتوحه. طولت عليكم النهارده، توحشوني جدا جدا جدا، بحبكم في الله جدا جدا. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، لايك للفيديو. توحشوني الفيديو الجاي. مع السلامه.